السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم عامر بذكر الله. صباحكم كله خير وبركة ورزق وتوفيق إن شاء الله. صباح الرز بلبن. عملت النهاردة حبة رز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة، وعملت منهم كمان رز معمر زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. اللون تحفة والطعم بإذن الله يعجبكم، وبأسهل من كده مفيش. طبعا زي ما بقول لكم دايما، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد بإذن الله. واي حاجة عايزينها اكتبوها في التعليقات وبإذن الله نعملها مع بعض. يلا نشوف بقى عملنا مع بعض الحاجات الحلوة دي ازاي. يلا بينا. ما تنسوش اللايك. يلا نقول دايما اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا نشوف مع بعض. اول حاجة بنسمي الله ونصلي على الرسول. بنجيب الحلة اللي هنعمل فيها الرز بلبن. انا حطيت كوبايتين رز بلبن بالكوباية كوبايتين رز بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، كوبايتين اتنين رز. هنبتدي بقى نغسلهم كويس. بنغسل الرز لحد ما نلاقي المية اللي هي المعكرة دي تبقى مية صافية وجميلة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. هنغسلها كذا مرة، نغسل الرز كذا مرة لحد ما نلاقي المية بتاعته صافية. بعد كده بناخد كوبايتين الرز دول بنحط لهم كوبايتين مية من نفس الكوباية بتاع الرز اللي احنا عايرنا بيها، وهنحطها على النار. وبعد ما حطيناها على النار زي ما انتم شايفين كده هنبتدي نضيف كوباية برضو من اللبن. ضفنا كوبايتين رز غسلناهم كويس، حطينا لهم كوبايتين مية، وحطينا كوباية لبن. احنا ده هنعمله بكيلو لبن، تمام؟ بس انا في الاول كده مع المية بحط كوب واحد بس من اللبن. وهنبتدي بقى نقلب كده لحد ما نلاقيه بالطريقة دي. نهدي النار، انا عايزاكي بقى في المرحلة دي تهدي النار زي ما انتم شايفين كده. انا ما ضفتش السكر ولا اي حاجة. دلوقتي بقى هبتدي اضيف كوباية ونص سكر، كوباية ونص من نفس الكوباية اللي انا ضفت بيها الرز، تمام كده زي ما انتم شايفين كده. احنا لسه معانا بقيت كيلو اللبن. كيلو اللبن ما اخدتش منه غير كوباية واحدة بس. دول معلقتين جوز هند بيدوا طعم وريحة بصراحة بيبقى تحفة، كأنك عاملة الرز بلبن ده بلبن جوز هند. هبتدي بقى اضيف بقية كيلو اللبن، وده كله انا مهدية النار زي ما انت شايفة كده. هنبتدي بقى نقلب كويس جدا. طالما حطينا سكر لازم نخلي بالنا ان احنا ما نسيبش الرز بلبن ونبعد عنه. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله ما شاء الله ابتدى يدخل على سوا اهو. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. انا عليت النار بس يعني علشان يبتدي يقلب كويس من كل حتة، وبعد كده هديها تاني اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. كده انا متأكدة ان الرز استوى. شايفة عامل ازاي ما شاء الله، واللبن ظاهر اكتر. لو حطيتي اللبن كله من الاول هتضطري ان انت تضيفي مية، بس اللبن مش هيبقى ظاهر فيه كده. فعشان كده انا دايما بحط كوبايتين مية كوباية لبن، اخلي الرز ياخد تلتين سوا فيه، وبعد كده اضيف بقية اللبن يكمل سوا الرز زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. خلاص مجرد ان الرز يبقى بيلف بالطريقة دي، ما يبقاش فيه مية كده او اللبن بتاعه كتير، نبتدي بقى نعرف ان هو كده ما شاء الله بقى جميل. وما نخلوش ناشف قوي علشان ما يبقاش اما يتحط في الاطباق ما يمسكش قطعة واحدة او حتة واحدة. دايما نخلي فيه زي ما انت شايفة بالطريقة دي حبة لبن.
خلاص بقى طفيت عليه، ما شاء الله الرز استوى، طفيت عليه وابتدي بقى اغرفه في الاطباق زي ما انت عايزة بقى، تعملي اطباق زي ما انت عايزة، اطباق كبيرة اطباق صغيرة زي ما انت عايزة براحتك. عملت دول كده وهبتدي اعمل كام طاجن كده صغير عشان ادخله الفرن، اعمله رز معمر. ده برضو بيبقى جميل جدا، بدل ما تقعدي تغلبي نفسك برضو بيبقى جميل. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله النتيجة تحفة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام.